السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى تكونوا على خير يا ربي وفي أتم الأحوال. الفيديو ديال اليوم إن شاء الله هو فيديو ديال يوم الجمعة اللي حضرت فيها كسكسو، كذلك حضرت فيه كيك في نفس الوقت. ومن مورا الغداء قاديت خبيزات الكوتي اللي غادي نشاركهم معاكم، اللي كيجيو لذاذ وخفاف. بصراحة بمقادير سهلة وبسيطة وما فيهمش شي حاجة اللي معقدة وساهلين التحضير. يصلحوا هكا الكوتي او للوليدات المدرسه. نتمنى من الله ان الفيديو ديال اليوم تلقاو فيه شي حاجه هكا اللي تفيدكم، ونبداو على بركه الله نشوفوا الفيديو ديالنا. داك الخبيزات درت فيهم الفرماج، شوفوا هنا كي كيجي داك الفرماج وصراحه لذاذ وساهلين في التحضير. هنا بالنسبه للكسكسو كيما كتشوفوا هنايا ما غاديش نقادو معكم بالتفصيل، ولكن المهم غنعاود معكم الطريقه هكا بعجاله. انا ديجا عندي فيديو حاطه، كيما تتشوفوا هكا الخضيره والسميده وداكشي هكا حطيته. هنا هذه هي الخضره. صراحه كتبقى طريه. اللي شاركت معكم في الفيديو اللي فات، انا هذاك الفيديو صورته السبت، وهذا راه الجمعه، يعني تقريبا سيمانه بقى الخضره طريه بحال يلاه تقديناها. هنا كيف ما كتشوفوا عندي القديد، هنا طريفات ديال القديد كنبقى هكا مره كندير طريفات ديال القديد كيبنوا في صراحه الكسكسو. هنا خديت هكا البربه حطيت فيها اللحم، عندي حبه ديال البصله مشنفه، حبه ديال المطيشه مقطعه هكا عشوائي، داك الطريفات ديال القديد زدت عليهم طريقه ديال القرفه كتجي لذيذه في الكسكسو. نتمنى غير تجربوها، والله الا كتجي زوينه في كسكسو الحريره. عندي هنايا البزار، الخرقوم، سكينجبير، خليط ما بين زيت الزيتون وهكا وزيت العادي، زيت المائده. عندي هنا معلقه ديال السمن. غادي نزيد عليهم ربيع كاس ديال الماء هكا باش ديك العطريه ما تحرقش، وغادي نقصوا البوطه وغادي نخليوها تشحر. هنا غادي نضيف كذلك، هنا خديت حبه اخرى عفوا حبه اخرى ديال المطيشه وديال البصله. انا تندير حبات غير صغار باش ندير هكايا شي حاجه مقطعه وشي حاجه كنطحنها في الهشوار اولا كنحكها. هذا هو اللي تيخلي داك الكسو كيجينا هكايا عاقد، وديك المريقه ديالو ثقيله. وغادي نخليه حتى يتقلى. الحمص كذلك غليته شويه عاد باش ضفتو تقلى مع كل شيء. من بعد غادي نروي بالماء. من الاحسن انه يكون هكا ما طيب. انا قبل ما كنرمي الخضره كندير الفوره الاولى ديال الكسكسو، كتفور عاده كنرمي الخضره، كنخلي داك اللحم والحمص يبدا يدخلهم هكا شويه الطياب. انا رميت الخضيره الاولى، لفت هكا، لفت صفر لفت بيض، لفت الموف صافي، وحبه ديال الخيزور، بيضه ديال القزبر ومعدنوس. غادي نخليها طيب، وهنا غادي نقاد كيكه. ما شاركتش معكم بالتفصيل. كيكه اللي عاديه غنقول لكم هكا مقادير شفويه. عندي 3 الحبات ديال البيض مع كاس ديال دانون. الكاس ديال دانون خويته عبرت به نص كاس ديال الزيت، كاس الا ربع ديال السكر سنيده. هنايا درت داك اللي كيبان لكم هكا ليموني، القشور ديال المندالين انا كنحمرهم في الفران وكنطحنهم وكنحتفظ بهم في الكونجيلاتور، كنبقى هكا نستم بهم. صافي درت كلشي هكايا تطحن مع قبيصه ديال الملح اكيد، تطحن في المولينكس. من بعد غادي نضيف عليه 3 الكيسان ديال دانون ديال الدقيق، اولا على حساب الخليط. غادي نكبو بحال هكايا في المول، وغادي نخلي شويه، غادي ندير فيها واحد الساشي ديال الكاكاو او معلقه ديال الكاكاو، وغادي نديرها هكا من الفوق، وناخدو هكا شي حاجه نخلطوها وتزين كيبقى اختياري. غندخلوها للفران هكا طيب 180 شاعل غير من التحت، فرن بارد. هذا هو الشكل ديالها بعد ما كطيب. هنا غادي نرجعوا للكسكسو. هنا رميت لي شو ملي درت الفوره الثانيه، رميت الكسكسو. من بعد هكايا درت حبه ديال المطيشه ورميت القرعه، درت عليها هكا شويه ديال البزار شويه ديال الملح، وغادي نخليها هكايا طيب. كل واحد والطريقه ديالو ديال الكسكسو. انا هذه هي الطريقه المعتمده عندي، وكل واحد كيدير على حساب داكشي اللي كياكلو هكا وليداتو وعائلته. انا غير بغيت هكا نشارك معكم المفيد والاهم في هذا الفيديو، انني بغيت نوريكم يعني نقادو في نفس الوقت حنا كنطيبوا الكسكسو نوجدو هكايا الكوتي. باش ملي كتسالي كتلقاي راسك هكايا بلا ما تبقاي واقفه بزاف. هنا كيف ما كتشوفوا هنايا صافي، هنايا وصل الوقت غادي نتغداو. هكا كنسكي في الكسكسو. اللهم اديبها نعمه يا ربي وحفظها من الزوال. هنا كان هذا نهار ديال الجمعه، نتوما غادي تشوفوه في اول جمعه ديال شهر شعبان. الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه يا ربي، واللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا ارحم الراحمين.
دابا غادي ندوزو هكا الخبيزات غادي نحتاجو هنايا كاس ديال الحليب دافي، غادي نضيفو عليه معلقه ديال السكر سنيده ما عامراش، معلقه كبيره ديال الخميره حبيبات عفوا، الملح على حسب الذوق. غادي نخلطو هكا مزيان حتى تبان لنا داك السنيده والخميره هكا تجانسو ودابو. غادي نضيفو هنا بيضه. وهنا خصنا نضيفو ربع كاس ديال الزيت، انا نسيتو حتى غتشوفوني غادي نضيفو مع الدقيق. غادي هكا نخلطو الخليط حتى يتجانس. غادي ناخدو نفس الكاس غادي نعبرو به 3 الكيسان ديال الدقيق، وعلى حساب الخليط الا كانت البيضه كبيره، البيضه هنا انا عندي متوسطه ما كبيره ما صغيره، تقدروا ديروا كاس وتزيدوا عليه 3 الكيسان عفوا وجوج معلقات، اولا 3 الكيسان هكا عامرين ممسوحين. وديما كيف ما كنقول نفس الكاس اللي عبرنا به الحليب هو نبقاو ناخدو به القياسات الاخرين. هنا غتشوفوني غادي نضيف هنا 4 كاس ديال الزيت لان نسيتو كان خصني نضيفوه في الاول، ولكن ما دار حتى شي، ما تغيرتش ليا العجين اولا نفس النتيجه اللي كتجيني في الخبيزات جاتني. كما تتشوفوا غادي ندخل هكا مزيان داك الزيت مع الدقيق، وغادي نضيف الكاس الثاني. صافي هنا غادي نحيدو الفوي. غادي نكمل بعد ما غادي نحيد الفوي، غادي نزيد الكاس الثالث ديال الدقيق. كما قلت لكم انا هزت ليا 3 ديال الكيسان ديال الدقيق. هنايا الدقيق الابيض او الفورس كما كنقولوا. صافي بعد ما غادي نجمعها كامله هكا مزيان، غادي نديرها فوق الرخامه، غادي ندلكها واحد الخبزه ديال الدقيق. انا هنا ما شاركتهاش معكم لان الطريقه سهله ديالها ديال العجينه. العجينه كتجي القوام ديالها ماشي كتلصق، ولكن رطبه وخفيفه. صافي بعد ما غادي ندلكوها غادي نرجعها لنفس السلافه اللي عجنتها فيها، غندهنها بشويه ديال الزيت، وغادي نغطيها بفيلم اليمونطير ونديرو عليها هكا شي فوطه اولا سريبيته، ونحطوها في شي بلاصه دافيه. انا خليتها هنا 30 دقيقه. بعد ما خمرات غادي نرجع ليها كيف ما كتشوفوا معايا هنايا. غادي نرجع ليها، غادي نحيد شويه نخويها، ما غندلكها ما غاديش نعاودو، حيت كاين اللي ملي كيلقى العجينه هكايا خمرات كيعاود يدلكها. بالعكس غير نحاولوا اننا نخرجوا من هذاك الهواء غير بشويه باش ما نخسروهاش. صافي هنا كما تتشوفوا معايا غير هكايا غير لولبتها. غادي نقسمها على جوج، وكل نصف غادي نخرج منه انا 8 ديال الحبات. انا درتهم هنا صغار، يعني المجموع ديال هاد 3 الكيسان عطاوني 16 حبه. الا بغيتو ديروهم نتوما شويه هكا كبار غديروا 8 الحبات. صافي غادي نكورهم عادي بالطريقه العاديه، وبعد ما غادي نكورهم غادي نغطيهم. كيف ما كتشوفوا يدي ما فيها لا زيت لا دقيق لا حتى شي حاجه، راها كتجي عجينه اللي ما كتلصق ما والو. صافي غادي نغطيها، غادي نخليهم بحال هكا واحد 15 دقائق على حسب بحال هكا. الا بغيتو تغسلوا داك الزلافه صافي وترجعوا ليهم. هنا حطيت واحد الزلافه فيها الفرماج على حسب اللي بغيتو ديروا فرماج ساندويتش، بغيتو ديروا اي فرماج عندكم. انا درت هنايا خليط ديال الفرماج حمر والموتزاريلا. غادي ناخذ ديك الكره وغادي نبداو نطلقوها هكايا بشكل طولي او بيضاوي كما تتشوفوا معايا، ونقادوها هكايا بيدينا. المهم انها تكون شويه هكايا رقيقه. صافي هنايا كما تشوفوا بعد ما طلقتها غادي ناخذ شويه ديال الفرماج غادي نعمرها الوسط. هنا خصنا نسدوها مزيان باش ما يخرجش لنا داك الفرماج في اللاطه ويتحرق لينا اللي تحرقوا لنا الخبيزات. غادي نقادو داك الفرماج هكا بشكل طولي. صافي وغادي نجمعوا الجناب، غادي نلاقيوهم وحنا كنقرصوا. كما تتشوفوا ضروري نقرصوا هكايا مزيان كاملين. بعد ما كنكمل هكا داك القريص ديالو كله كنعاود نردو ونعاود نقرصو نعاود نتكيه ونقرصو بيديا. كما تتشوفوا معايا نتمنى يكون واضح لكم الفيديو بحال هكا. طريقه سهله صافي كنبرك عليه هكا بيديا ونحاول نرجعوا دوك الجنيبات ضروري حتى هما نجمعهم. صافي كما تتشوفوا تعطيني هذا الشكل هكايا نحطوها في اللاطه. غادي نعاود معكم واحده اخرى. انا هنايا غادي ندهن عفوا غادي نعمرهم بالفرماج، غادي ندير الكونفيتير وغادي ندير الشكلاط. تقدروا نتوما ديروهم بحاجه وحده، وتقدروا ديروهم هكايا خبيزات لي شويه كبار وديروا فيهم هكا عمره ديال الفلفله كفته طون. اللي بغيتو هادو غينفعوكم في رمضان، اللي شي حاجه اللي ساهله ودغيا كتحضر تتاخذش وقت بزاف وبصراحه كيجيو لذاذ سواء عمرتيهم بالمالح اولا بالحلو.
بنفس الطريقه هنايا كناخد الفرماج. انا هنا كندير فيهم بعض المرات حتى الموتزاريلا كنديرها هكايا ما كنكونش حكاها، تندير في الطرف الطويل اولا الفرماج ديال الساندويتش حتى هو تيجي فيهم كما تتشوفوا بحال هكايا. كنقرصهم مزيان، نجمع هكا جناب، ونعاود عاوتاني غادي نعاود هكايا نردهم، وغادي نبرك عليهم هكا نتكي داك العجينه اللي قرصت غادي نتكيها، ونحاول حتى هي نقرصها ونبرك عليها هكايا بصبعي صافي، ونرجعها. هذا هو الشكل ديالهم صافي، وغادي نحطوهم في لاطا. انا غنبقى هكا مستمره. هنا غندير معكم هكايا ديال الشكلاط حتى هما. هنا انا عمرتهم بالشكلاط ديال الكرواسه، لي باتوني ديال الشوكولا ديال الكرواسه. تقدروا نتوما ديروا نوتيلا، ديروا اي شكلاط عندكم اللي بغيتو باش كيعجبوني هاد الخبيزات كيما درتو فيهم كيجيو صراحه لذاد. اي حاجه كانت يعني يكفي الا كان عندك غير الكوفيتير تعمري بالكوفيتير حتى هو كيجي زوين. تقدري ديري الجبن ديال الجبلي اولا داك الجبن ديال السطلا اولا اللي بغيتي. هنا هذا الشكل الاخر، هنا الربعه الاخرين درتهم بالكوفيتير حتى هوايا. غير الاساس اننا نسدو داك العجينه مزيان باش ما يخرجش لنا. هو ضروري كاين شي حبات كيخرجوا، ولكن غير ما يخرجش بزاف، غير شويه باش ما يتحرقش، لان كندهنوهم بالبيض، وداك البيض مع داكشي الحشو الا خرج غادي يتحرقوا لنا الخبيزات. صافي هنايا غادي نبقى هكا مستمره بنفس الطريقه تنعمر الخبيزات. بعد ما كنعمرهم هكايا ونستفهم في لاطه، كنكون ديك البيضه اللي خدينا البياض ديالها حتفظنا به، زدت عليه شويه ديال الخل، درت معاه شويه ديال القهوه سريعه الذوبان، ضربتهم مزيان صافي. وغادي ندهن بهم الوجه ديال الخبيزات ما غاديش نعاودو نخليوهم يخمروا. غادي غير الخمره الاولى اللي خمروا صافي غادي ندهنهم هكا كما كتشوفوا بداك الصفار ديال البيض. وهادو اللي فيهم الفرماج انا رشيتهم بالزنجلان بيض، واللي هكا حلوين درت ليهم زلجلان البلدي مع حبيبات ديال الشوكولا، وبركت عليهم هكا شويه بيديه باش ما يطيحوش. غادي ندخلوهم للفران مشعل من الفوق ومن التحت على 200 درجه اللي يكون سخون حتى يطيبوا هكا ويتحمروا. وغادي نخرجوهم. في الصراحه كيجيو رطبين ملي كنخرجوهم من الفران، كيجيو رطبين وكيف ما كتشوفوا راه كيجيو هكايا مهوين من الداخل، ما فيهمش داك البابه اللي كثيره. انا هنا خليتهم حتى بردوا عاد صورتهم معكم ملي كيكون داك الشكلاط والفرماج دايب. نتمنى من الله عز وجل ان الفيديو ديال اليوم يعجبكم ونال استحسانكم، والى اللقاء في فيديوهات جداد ووصفات جداد، والسلام عليكم.